نسمي الله ويلا بينا على تشكيلة. عارفين أحسن حاجة إنك تبدأ حاجة عايز تعملها وأنت مبسوط، فتخيلوا إن أنا مبسوط. ماتش قمة بجد عالمي، هو بيليق بأهلي وزمالك، ونرجع تاني لحوارات الأهلي والزمالك، ودي القمة اللي ما حدش يختلف عليها اتنين. لا تقول لي بقى أهلي وبيراميدز وزمالك وبيراميدز وبتاع، هو أهلي وزمالك وغير كده ما تدورش. عملوا ماتش عالمي بجد، انا كنت قاعد مستمتع، والجمهور الاهلاوي والجمهور الزملكاوي الدنيا كلها كانت بجد حلوه. الزمالك لما نزل انا بجد اعصابي باظت. الزمالك نازل كاسح. الواد اللي اسمه مزيرة ده، الواد عليه انطلاقات غير عاديه، بيدخل ويبرر ويفوت ويعمل. انا شفت انطلاق يعني في اول الماتش، عمل انطلاقه ووصل للشناوي ازاي انا ما اعرفش، لقيت عدي الدباغ بس يعني الشناوي تألق. تألق الشناوي النهارده كان غير عادي بجد. انا لو شفت ماتش للشناوي مش هشوف احسن من ماتش النهارده اللي لعبه الشناوي. سواء بقى يعني ايه في التصديات بتاعته في المباراه، او تصدي لركله جزاء عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ده ما بيضيعش يا جدعان، فتخيل ان الشناوي يصد من عبد الله السعيد ركله. انما الفار كان ليه راي اخر. الحكم قال لك بس ايه، ده 50 واحد دخلوا في منطقه الجزاء. خلاص اتعادت. الولا حسام عم مجيد ما بيجليش، الواد بصراحه فت. شوفوه كام وهاتوه ده. ماشي. الماتش المحور بتاعه بجد الاهلي في اول 10 دقائق مفيش اهلي، وكان كل جماهير الاهلي شايفه ان لا، الماتش كده خلاص راح. الزمالك كان ضاغط و10 دقايق ما لهاش حل، وبعد كده وصلوا لركله الجزاء وجابوا الجون بتاعهم. بعد الجون بتاعهم قال لك بس احنا جبنا جون ننام عليه. قعدوا محافظين على الجون، وبيحلقوا على لعيبه الاهلي، وبيمنعوا وبيضيقوا المساحات على الاهلي عشان خاطر الاهلي خلاص. وفعلا يعني لعيبه الاهلي كانوا بيحاولوا من خلال البينيات، انما بيجوا في الاخر عند منطقه الجزاء دفاعات الزمالك بتبوظ كل حاجه. والواد صبحي، يعني صبحي شال من تريزيجيه كذا كوره بجد. كنت قاعد متغاظ. انا مش بعلن عن اهلاوياتي الغشامه، بس اللي عايز اقوله لكم ان بجد الماتش النهارده لا، بامانه كان ممتع سواء من الزمالك او من الاهلي. اي نعم الزمالك ما جاش، هو جه بس اول 10 دقائق، والاهلي بعد كده 80 دقيقه الاهلي بيحاول. تخيل بقى محاولات الاهلي من خلال بينيات تريزيجيه وطاهر وبن شرقي. بن شرقي ده واد ملوش حل بجد. الصفقه اللي جابت بن شرقي دي يعني شابوه. الولد بيقف على الكوره وبيبص يمين يبص شمال وما بيفقدش الكوره. هو مسيطر على الكوره تحت رجليه، وعارف هو بيوديها فين وبتروح. وبالرمضان هايل بالرمضان. الولد بياخد الكوره، الجدع ياخدها منه. النهارده انا شفت اكتر من لاعب حلو بامانه في الاهلي، ومن اول الموسم انا ما شفتش اداء وماتش كويس للاهلي غير الماتش ده بجد. هو ممكن يكون الجمهور برضه هو اللي مديله طعم، انما الميزه في لعيبه الاهلي النهارده ان هم يعني بعد ما الجون جه فيهم، هم خلاص قال لك ايه، ما فيش حاجه نبكي عليها، وبقوا بيضغطوا بكل خطوطهم. يعني لغايه ما ربنا اراد ان ينزل الواد حسين الشحات يغير المسار تماما. ينزل حسين الشحات بعد ما باس الثلاث عيال بتوعه، مسك الشنكار وباس الاولى والثانيه والثالثه، وقال لك ايه، اتكل على الله وانزل. نزل الولا حاول. بياخد الكوره داخل طالع بيعمل حاجات. يعني الجون اللي جه كانت يعني هي يعني عايز اقول جمله جميله جدا. حتى شريف، لا الواد شريف ده مخيف وحريف. خد الكرة، التهويشه اللي عملها برجله الثابته، انا بصيت لقيت
حسام عبد المجيد راح في خبر كاذب، وشريف ادى كوره هديه على طبق من ذهب لمحمد شريف، لحسين الشحات. حسين الشحات جول، نزل بجد بامانه. الواد ده ما يقعدش دكه تاني يا جدعان، لا هو ولا عبد القادر. الاثنين دول والله وقمه الاخلاص، يعني دول هم روح الفانيلا الحمراء الاصليه. سواء بقى يعني حسين، سواء ياسر ابراهيم، وسواء هاني، سواء محمد شريف، تريزيجيه، خلاص انت عندك قالب كده، اثبت عليه. والعيال دي بجد هيعملوا لك شغل عالي جدا. ديانج مفيش خلاف عليه. ديانج النهارده قلب ايه؟ قلب كريستيانو ولا قلب الولد بياخد الكوره، لا ومش مش بياخد ويمرر، ده بياخد وبيعدي وبيفوت وبيوصل. برافو ديانج بامانه، ماتش ممتع جدا 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 جدا. وللاهلي ما اراد، طبعا كسب وعدى وفات. تخيل ان الاهلي بقى ثالث الدوري. وقلت لكم قبل كده طبعا ان وجود الاهلي في المركز ال 15 دي علامه تخوف. بس مش تخوف ونخاف على الاهلي، لا نخاف على المنافسين الاهلي. فعلا الاهلي دلوقتي بقى الثالث، تمام. ولك ان تتخيل برضه، ما في حاجه برضه تلعب ان بيراميدز برضه لو كل مؤجلاته لعبها ممكن تلاقي بيراميدز اول، تمام. وان الزمالك فين؟ الله اعلم. بس على الزمالك بقى ان هو يحافظ، يحاول. انا برضه بقول ان لينا واللي علينا. الزمالك بامانه انا عاجبني بقاله كذا ماتش واقف على رجليه. النهارده في اول 10 دقائق كان مخيف، انما بعد كده ما جاش الزمالك. يمكن احسن ما فيهم دونجا اللي الناس كلها يعني بتشاور عليه. دونجا النهارده كان هايل بجد. وطبعا في الاهلي حسين الشحات اللي خد رجل المباراه وهو يستحقها وعن جدارة. ماتش جميل جدا، جمهور مثالي، اداء غير عادي. إيه ان شاء الله هنفضل باستمرار داعمين. وحتى المثاليه في التشجيع النهارده انا شايف يعني كان في مثاليه في التشجيع. وقناه الاهلي عملت لقطه حلوه جدا، ان يعني شفت لقطه اهلاوي مع زملكاوي ماشيين مع بعض وعلم الاهلي وعلم الزمالك. النهارده كان تابلو رائع بامانه بامانه. وقلت لكم وخلي بالكم، انا حرصت وحذرت، قلت ان في ظاهره كونيه كرويه حاصله يا جماعه، خلي بالكم منها. كل متصدري الدوري على مستوى العالم، تمام؟ خد عندك ليفربول، خد عندك ريال مدريد، خد عندك يعني خد عندك دوري انجليزي، دوري اسباني، دوري فرنسي، دوري، حتى الدوري المصري يا جماعه. كل المتصدرين اللي غلبوا في الاسبوع ده. فالاسبوع دوت يعني علامه مميزه وعلامه فارقه في تاريخ العالم كله. بس الماتش ده بقى يعني انا شفت الواد عبد الله السعيد ده حدوته حدوته. 41 سنه يا جماعه، 41 سنه. الواد بيطلع كور نار من نص الملعب بتنزل على رجل اللاعب المهاجم، فظيع. يعني طلع كورتين لعمرو ناصر، كرة منهم في العارضة وكرة يعني عمرو ما وجهش صح. بأمانة الحق يتقال، عبد الله السعيد ده أسطورة. يعني ده يعني بعد ما كان شيكابالا هو في الزمالك هو الأسطورة، شيل شيكابالا، مع ان يعني الزمالك افتقد شيكابالا، روح شيكابالا، انت فاهمني. و يحط بداله بقى عبد الله السعيد. عبد الله السعيد عامل للزمالك شكل موقفه على رجليه. يعني تعالى قارن عبد الله السعيد وقارن ناصر ماهر. لا عبد الله يفوق ناصر ماهر بمراحل. الناحيه الثانيه بقى الاهلي، انا كنت عايز امام عاشور. انا كنت عايز امام عاشور في الماتش ده، وخاصه ان ماتشات القمه دي امام عاشور وشريف. شريف يا جماعه والله شريف فعلا مخيف. شريف رجع لمستواه. شريف سيبك من الماتشات اللي فاتت اللي هو كان مضيع فيها، انما هو شريف اديله بس الفرصه، هو خد الفرصه النهارده، هتشوف شكل تاني للشريف.
امام عاشور لو كان متواجد كان هيبقى الف سلام عليك يا ام والله، ولا زيزو. يا سلام عليك يا زيزو، لو كنت حضرت الماتش ده يا زيزو، ده العظيم. ورا الكاميرا في اتنين زملكاويه، انا مش عايز اقول لكم يا جماعه، انا يعني انا مبسوط داخليا وهم مقهورين خارجيا والله العظيم. بس انا كان نفسي زيزو وامام عاشور والله، يعني زيزو وامام عاشور ياسر ابراهيم، الناس دي والله الناس دي بقول لكم ايه، يلا بينا نخرج من تشكيله. باي.